بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على موضوع مهم جدا للأطفال الرضع. بنشوف كتير جدا تشنجات مفاجئة للأطفال الرضع. ايه أهم أسباب التشنجات للأطفال الرضع؟ أول سبب التشنج الحراري. التشنج الحراري ده يعني ايه؟ يعني تشنج نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. الطفل بيرشح، الطفل بيكح بسيط، الطفل خاصة في الشتاء زي دلوقتي درجة حرارته ما بتسخنش قوي، والأم تهمل وهي بتدي علاج خفيف يا ما تديش، ما ترضاش ترضع تكشف على الدكتور، فيقوم فجأة درجة الحرارة ترتفع جامد، المخ ما يستحملهاش، يحصل تشنجات مفاجئة. دي التشنج الحراري ده يعني تشنج نتيجة ارتفاع درجة حرارة المخ بسبب الحرارة المرتفعة جدا. ده سببه الحرارة. في مجرد انت ما بتحط الطفل على مية ساقعة او بتديله حاجة خفض الحرارة بيروح على طول. وطبعا لازم تعالج السبب بتاع ارتفاع الحرارة، سواء بقى اي ميكروب فيروسي او بكتيري لازم ينكشف عليه. طبعا ده نتيجة اهمال الام. طيب، يبقى التشنج الحراري رقم 1. رقم 2، لا قدر الله لو فيه مشاكل في المخ، فبنعمل ايه ساعتها؟ لازم نوجهها ان احنا نعمل رنين مغناطيسي على المخ، وبنعمل رسم مخ. رسم المخ ده طبعا لو في بؤر صرعيه هو او الرنين المغناطيسي بيبقى ساعتها في كهرباء زايده او صرع للاطفال، وده بنحوله لدكتور مخ اعصابي يتابع معاه، وغالبا تشنج او الصرع بتاع الاطفال ده بيخف بنسبه اكتر من 50% قبل البلوغ. طيب، اخر سبب ايه؟ نقص الكالسيوم. لو انت ما كانش درجه الحراره مرتفعه وعملت الفحوصات الخاصه للمخ ما لقيتش حاجه، اعمل بقى كالسيوم وفيتامين د. كالسيوم وفيتامين د اللي هو الايونايزد كالسيوم، وبتعمل اللي هو الكالسيفرول او دي كالسيفرول او الفيتامين دي 3 اللي هو الفيتامين د في الدم. هتلاقي فيه نقص شديد في الكالسيوم، وده من اهم اسباب التشنجات برضو في الاطفال. يبقى من اهم الاسباب بالترتيب كده: التشنج الحراري، رقم 2 كهرباء زايده في المخ، رقم 3 نقص شديد في الكالسيوم. نتمنى للجميع صحه جيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.